محشي الكرنب بكل سهولة، يلا بينا. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا نحط فيها حبة من الزيت كتير عشان المحشي بيحب الزيت، وعليه بصلتين متقطعين قطع صغيرة، حبة من الثوم ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وشم الريحة والطعم. وهتنقلك بقى الطعم في حتة تانية. عليها هننزل الطماطم ونسيبها تتسبك، مش هنتبلها دلوقتي. ولما تتسبك نص تسبيكة هننزل عليها بالتوابل بتاعتنا، كمون، ملح، فلفل اسود وبس. عايزة تحطي اي حاجة تانية براحتك خالص. ونسيبها لما تتسبك تماما، نحط عليها الرز والخضرة ونقلبهم كويس. نجيب بقى الورق بتاعنا المتقطع والجاهز والحلو والقمر، نحشي بقى ونقفله، ونحن بنقفل عليه نقفله جامد عشان الصباع يطلع معانا رفيع بالشكل اللي قدامك دوت. وما نحشيش كتير عشان نديله براح. ونحطه بقى على النار ونزوده شوربه. وانت بتزوديه رج الحله بالشكل اللي قدامك دوت عشان الشوربه تنزل تحت، والشوربه تكون في سوى الصباع نفسه. وتسيبيها على النار لمده 10 دقايق على نار عاليه، وبعد كده توطي النار لمده تلت ساعه، والف هنا وشفا. باي باي.